تعال اقول لك على اهم خبرين للاهلي النهارده، بس الخبر التاني مفاجأة. بس مبدئيا صلي كده على حبيبك النبي، وما تنساش تدعي لاخواتنا ربنا ينصرهم باذن الله. كولر للاسف مستمر في عناده ولسه حاطط علي معلول في دماغه. ده طبعا علشان كلنا عارفين ان اللي ايد علي معلول في قائمة الاهلي هو الخطيب مش مارسيل كولر، ومن ساعتها كولر مش عايز يجيبها البر. كولر رسميا بلغ علي معلول باستبعاده من ماتشات النادي الاهلي بحجة انه غير جاهز بدنيا. وعلشان كده للأسف يا جماعة مارسيل كولر استبعد النهاردة علي معلول من قائمة الأهلي اللي مسافرة موريتانيا لمباراة العودة مع الهلال السوداني. خد بقى التقيلة، يلا كولر النهاردة أكدت إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات رسمية مع زيزو. امتى بقى؟ في شهر فبراير اللي فات، وده ما حصلش غير بعد ما اتأكدوا 100% من رغبة زيزو ووالده باللعب بتيشيرت النادي الأهلي. واخد لي بالك كده من كلمة رغبة زيزو للعب بتيشيرت النادي الأهلي؟ وقالوا كمان ان تم الاتفاق على كل شيء يا غالي بخصوص النواحي المادية، وهيتم الإعلان عن صفقة زيزو بنسبة كبيرة جدا في شهر يونيو اللي جاي قبل كاس العالم للأندية يا غالي.